ديانة إسلامية، جنسية مغربية، هوية رجاوية. الراجا جمهورها راس مالها. السلام عليكم معسل جارة كفراكم، كنتمنى تكونوا مزيانين. مرحبا بكم في فيديو جديد واللي غادي يكون فقره اشنو طاري في الرجاء. انا عارفكم كنتو كتسناو فيديو على الماتش ديال البارح، ولكن راه والله ما كيستاهل نخسروا عليه شي 8 دقائق. لهذا قبل ما غادي نبداو المواضيع ديال هذا الفيديو هذا، كنتمنى منك انك دير لايك ولا كنتي جديد سبسكرايب، ويا الله بينا نبداو. وهذا الفيديو هذا اللي غادي نبداو نيت بالماتش ديال البارح اللي فرقتنا خسرات ب 3-0 كونتر الفتح الرباطي. ماتش اللي مسطي غادي تحطو يتفرج فيه غادي يقول لك بلي راه ما يمكنش كاينه شي حاجه تما كاينه، حيت الطريقه باش كان الماتش ملعوب خصوصا من عند اللعابه ديال الرجاء راه ما يمكنش، والبلان مورق ان داكشي كان مدروس. وغادي نقدروا نقولوا ان اللعابه خواو بين البارح كطريقه الاحتجاج باش يوصلوا لنا الميساج. نرجعوا للماتش وغادي نرجعوا خصوصا للتشكيله اللي نقدروا نقولوا انها كانت متوقعه، خصوصا من بعد بزاف ديال الغيابات اللي كانوا في الفريق، ما عدا اسم واحد اللي ما كنتش كنتسنى انه غادي يدخلوا اللي هو زكريا الوردي. والمشكل وهو انهم دخلينه كاسور زكريا الوردي اللي هارب عليه التنافسيه ما يقارب 6 اشهر، وقال لك سيدي فيه الاكتئاب حطيتي نتايا كونتر الفتح الرباطي وبغيتي يعطيك، وفين في بوست ديال كاسور. اخويا البارح راه انا اللي شدني الاكتئاب، اما هو راه والله ما فيه شي اكتئاب. واش اللي كيتير الزبل ديال الفلوس في الاخر ديال العام واش غادي يكون فيه شي اكتئاب؟ الخلاصه ديال الماتش ديال البارح واللي احسن حاجه كانت فيه وهي انه سالا، حيت راه بالرجوله راه ما يمكنش داكشي اللي شفنا في اكفس ايامنا وما شفناش الراجل بداك السوء. ومن بعد الخساره ديال البارح غادي نقولوا بان الراجا رسميا هرب على المركز الثاني اللي كيخول لها انها تشارك في العصبه الافريقيه للموسم المقبل، الا في حاله وحده وهي ان في حاله ما الى الراجا دات اللقب فراه ديك الساعه غتشارك فيه. ولكن خاي ديال بهذا الاداء هذا راه كيبان ليا شبه مستحيل. الماتش ديال البارح او من بعد ديك الشوهه ديال البارح خلى بزاف ديال الناس يدويو وتكشفوا بزاف ديال الاسرار، وخصوصا على الرئيس ديال الراجل الهضراوي اللي ما بقاش قادر باش انه يسير الفرقه ولا خايف على الشركات ديالو، بلا ما ندويو على الانبطاح ديالو من بعد ما كلشي كان كيتسنى انه يخرج يدافع على الفرقه ويدافع على اللعابه. من بعد دوك الاخطاء ومن بعد ديك الفضيحه ديال الديربي خرج وسكت الجمهور بواحد البلاغ في الصفحه الرسميه اللي بلاغ لا فائده منه. وكيف ما كنت كنقول في الميركاتو الشتوي ان البدراوي اكبر مراوغ حاليا كاين في الرجاء، الايام ما حدا غادا وكتزيد الا وانها كتاكد هذا الشيء. فراه الحل غادي نقدر نقول لك ان جميع الجماهير الرجاويه غتكون متفقه عليه، واللي هو حط سويرتات وسير قابل الشركات ديالك. انت الرجاء راه ما فيهاش شي حاجه سميتها الانبطاح. المهم نرجعوا للموضوع ديال الماتشات اللي الرجاء عندها ماتشات صعاب هذا الشهر هذا، وغادي نبداو بالبرمجه ديال كاس العرش نهار الاربعاء ضد حسنيه اكادير، ماتش اللي غادي يكون في ملعب ادرار. والكل كيعرف القيمه ديال هاد الماتشات في كاس العرش، يعني راه ما كايناش شي حاجه سميتها التعادل ولا غتبقى عندك الحظوظ، تخسر تضيع تربح تأهل. والمشكل الكبير واللي هو الظرفيه اللي كاين الفرقه حاليا والظرفيه اللي كاينين فيها اللاعبين حاليا، وبهذا النصف رئيس هذا اللي تبلينا به. فالحاجه الوحيده اللي غادي نقدروا نقولوا حنا كجماهير واللي هو الله يدوز هذا الماتش هذا بخير وعلى خير، خصوصا عاوتاني ان الماتش ديال البارح عرف الاصابه ديال مجموعه من اللاعبين ومن اللاعبين الاساسيين، اولهم البدوي وثانيا الزرعوني، فكنتمنوا ان الاصابه ما تكونش بديك الخطوره ديال انهم غادي يغيبوا في الماتش الجاي. نزيد عليهم زريده حتى هو ترى مصيبه كحله. اما بخصوص البرمجه ديال البطوله الوطنيه اسبرو واللي هربت علينا، غادي يكون ماتش نهار السبت ضد السوالب مركب محمد الخامس، ماتش اللي كيف العاده غادي يكون على الساعه 10. وهذا الماتش اللي غالبا في حاله ما الا كانت شي نتيجه سلبيه نهار الاربعاء راك غتسمع ليا العماريه، وغادي يكون على راسهم الهضراوي. هادشي في حاله ما الا بقات حتى ذاك الماتش. من بعد نيشان من الممكن عاوتاني تبرمج ماتش اخر واللي غادي يكون كونتر المغرب الفاسي في البطوله، واللي غادي يكون اخر ماتش قبل المواجهه المهمه اللي عندنا هذا العام هذا، واللي غتكون ضد الاهلي المصري في العصبه الافريقيه. لهذا كنتمنوا تسويه الوضع مع اللاعبين قبل هذا الماتش هذا، حيتاش راه ماتش مهم، وخصوصا انه خارج الميدان وهو اللي غادي يبين لك المسار ديالك فيما تبقى من هذه المسابقه هذه. واش غادي نديروا شي حاجه او لا عاوتاني غادي نخرجوا خاوين؟ وهذا الشيء هو اللي ما كنتمناوش حنا كجماهير الرجاويه. بين قوسين فاش قلت تسويه الوضع ماشي كنعني ان الرئيس هو اللي خاص يخرج ويقاد الوضعيه، وانما الدعم ديال الجمهور، حيت الرئيس حاليا عارف راسو انه ما غاديش يكمل معانا وما غاديش يطول، فإلا ما ضركش راه ما تسناش انه غادي ينفعك. والمشكل عاوتاني في القضيه ديال الرحيل ديالو اللي غتكون روينه كحله حتى هي، خصوصا انه خلى الفرقه في بير غارق. واول حاجه خاصو يدير قبل ما يمشي وهي يخلص بيتر ويلسون اللي هو السبب فيه، وديك الساعه الى مزبله التاريخ. فانا شخصيا الحاجه الواحده اللي كتب لي خاصه دار واللي هي
الماتش ديال البارح خاصو يتنسى، وكل التركيز على الماتش المهم اللي غادي يكون نهار الاربعاء في كاس العرش. كيف ما قلت ماتش فيه الاقصاء، والمسابقه ديال كاس العرش كتبقى مهمه بزاف، خصوصا اننا نقدروا نعتقوا بها هذا العام هذا. فهنا غادي نكون وصلنا للاخر، وغادي نقول لكم هادشي اللي كاين. نتمنوا باقي الايام اشنو غادي يخرجوا لينا، واللي كنتمناو حنايا كجماهير واللي هو الخير لهاد الفرقه هذه. فالا وصلت معايا هنا فرا كنبغي نقول لك شكرا لك بزاف. اما الا درتي لايك وكومونتير وسبسكرايب فرا كنبغي نقول لك احبك. والله بعد علينا ولاد الحرام والكذابين من هاد الفرقه هذه، وديما راجع. وهنا فانا نبقى لي غنقول لك بيس.